السلام عليكم، ازيكم حبايبي عاملين ايه؟ النهارده بقى رجعنا البيت انا والولاد متأخرين وجعانين جدا، وطبعا مش قادرين نستنى اكل ياخد وقت طويل. في الحالة دي ما كانش قدامي غير طاسة المستعجلين زي ما سميتها، او طاسة الانقاذ السريع لانها فعلا سريعة. في 10 دقايق بس هتطلعي من المطبخ بأحلى غدوة مشبعة، وطعمها خطير. لازم تجربيها. كمان وصفتي النهارده اقتصادية جدا، لان هي بتمشي وبتنفع مع اي حاجة عندك في الفريزر. كبد وقوانص، كفتة وصدق. بس في حالة الكفتة والصدق لازم تحمريهم الاول، بعدين تمشي معانا بنفس الخطوات. انا دلوقتي طلعت الطبق دوت على انه كبد وقوانص، لقيته قوانص بس حلو جدا زي الفل. طلع طعمه جميل. انا لاني القوانص بتاخد وقت في السوى شوية، فحط عن الكبد العادية فلازم بسلقها الاول. مية على النار مغلية، حطيت فيها بصلة، طماطماية، ورقتين من اللورة، رشة من الملح والفلفل، حطيت فيها رشة من الحبهان المطحون او فصين حبهان لو عندك. نزلت بالقوانص بتاعتي لحد ما استوت. طلعتها، قصقصتها بالمقص على قد اللقمة. القوانص الكبيرة عندي قطعتها لتلاتة، والصغيرة على اتنين. جبت هوك على النار، حطيت فيه معلقة كبيرة من السمنة البلدي، معلقة كبيرة من البوش المفروم، وده اختياري، عايزة تستغني عنه براحتك. معلقتين من الزيت. نزلت بالبصل، حطيت لحد ما البصل اخد لون ذهبي حلو. نزلت على طول بالقوانص لحد ما حمرتها واخدت لون ذهبي حلو قوي كده زي التحمير الفراخ، بس ذهبي خفيف يعني. نزلت بعد كده بمعلقة من الثوم المفروم، عليها معلقة من الثوم أنا خلطاه بفلفل. لو موجود عندك تمام، بيعلي التست جدا، بيدي طعم حلو جدا للكبد أو القوانص. كمان نزلت بمعلقة صغيرة من الفلفل الأحمر الحلو. انتي دلوقتي لو عايزاها سبايسي، ممكن تحطي معلقة كبيرة من هريسة الشطة، أو قرن فلفل حامي. انا دلوقتي عشان ولادي صغيرين مش عايزاها سبايسي، فحطيت فلفل رومي. طلع طعمه حلو جدا برضو في الوصفة. هنا نزلت بكل البهارات، بس للأسف اللقطة دي ما تصورتش. البهارات بتاعتي انا كاتباها لك في اول الفيديو. حطيت معلقة صغيرة من الملح والفلفل والكمون والكزبرة والسبع بهارات، ومكعب مرقة ده اختياري، وورقة اللورة، وربع معلقة صغيرة من الحبهان المطحون. بس انصحك حطي مكعب المرقة، بيخلي طعمها حلو جدا. عايزة تستغني عنه براحتك. نزلت بقى هنا أو بالبطاطس، شوحتها كويس جدا، اخدت طعم البهارات حلو جدا. اما ريحتها طلعت البهارات بتاعتي مع البطاطس، رحت نزلت عليها بالطماطم. هنا كمية الخضار براحتك خالص، انت عايزة، انا حطيت بطاطسية واحدة كبيرة، انت عايزة تزودي اكتر من كده الخضار براحتك، بحيث تكفي عدد افراد اكتر. الوجبة دي كفت معايا من 7 ل8 افراد، وكانت مشبعة جدا، كلنا كلنا وشبعنا، انا وولادي وكان معانا كمان ولاد صحاب ولادي. كفت جدا وكانت حلوة جدا. انت عايزة تزودي الخضار براحتك زودي. هي ملهاش مقادير استندر يعني. انا حطيت البطاطس وحطيت طماطمتين، قطعتهم وسبتهم يغلوا شوية، زودتها مية مغلية. طبعا اي اكل على النار بحط لها مية مغلية. نسيت اقولك ان ما حطيت الصلصة لازم احط رشة سكر عشان تعادل حموضة الصلصة. سبتها تغلي كام غلوة، وطيت عليها وهديت النار. سبتها لحد ما استوت 10 دقايق. هتعرفيها استوت منين؟ من سوى البطاطس، لان الاكلة كل حاجة فيها مستوية، هي بس البطاطس هتاخد 10 دقايق تقريبا او اقل كمان على النار، لان احنا مقطعينها مكعبات صغيرة. قطعت عليها حزمة من الكزبرة الخضرة، قدمتها بقى مع عيش وجرجير وحبة مخلل، وحلوة جدا على كده. عايزة انتي تقدميها مع رز ابيض او رز بشعرية، بتبقى جميلة جدا.
الصوص بتاعها دوت بيتغمس بالرز بيبقى حلو، طعمه حلو جدا. يلا جربيها وهتعجبك جدا. صحة الهنا عليكي وعلى ولادك. لو عجبتك وصفتي النهارده يا ريت لايك وشير وسبسكرايب لقناتنا على اليوتيوب، قناة وصفة شهية وحدوتة. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، ودمتم في حفظ الله وأمنه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.